أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام أنه في كتاب البيع في تعريف البيع. عليكم السلام. وقلنا أن تعريف البيع أنه يقع الكلام فيه تارة فيما يتعلق بالعوضين، وأخرى أنه فيما يتعلق بصلب التعريف. أما فيما يتعلق بالعوضين فقد أنه ذكرنا أن هناك الصفات ثلاثة في شأن العوضين ينبغي التحقق من اعتبارها. الصفة الأولى أنه ما تطرقنا له من عدم التكافؤ بين العوضين يختلف بهذه الصفة البيع أنه عن معاملة المقايضة وأنه معاملة الأخرى التي أنه يعني قد تكون بنحو بيع الصرف، وأنه الصفة الثانية هي الصفة المالية ولم وقد يعني بنى الشيخ على اعتبارها في شأن أنه معوض. والصفة الثالثة أنه الصفة العينية. وبالنسبة إلى المعوض أنه طرح الشيخ أنه صفة العينية وتحدث عنه. وبالنسبة إلى العوض أنه أشار أولا إلى عدم اعتبار الصفة العينية، وأشار ثانيا أنه إلى حال الصفة المالية. وفي هذا الصدد أنه يقسم أنه الثمن يعني أمور إلى أشياء أنه ثلاثة، أنه الأعيان والمنافع غير عمل الحر، أنه ولا كلام في جواز وقوعها، أنه ثمنا إذ لا إشكال في ماليتها من هذه الجهة، وعمل الحر. والعمل الحر أنه إن كان بعد المعاملة مال، وأما قبل المعاملة فإن كان عليه معاملة السابقة فهو مال وإلا فلا. ومن ثم أنه قد يتطلق الإشكال بناء على اعتبار كونه مالا. وأما الحقوق أنه الأمر الثالث الحقوق أنه قلنا أن في جواز وقوع ثمنا وعدمه إشكال وخلاف. فالقول الأول لكشف الغطاء من عدم تجويز وقوع الحقوق ثمنا مطلقا، والقول الثاني أنه لصاحب الجواهر من تجويز وقوعها أنه عوضا مطلقا، سواء ما كان منها قابلا لخصوص الإسقاط وما كان قابلا للنقل أيضا. وأنه قول الثالث للشيخ الأنصاري أنه من التفصيل في المسألة، وكان هذا التفصيل أنه يتضمن تقسيم الخلق إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ما لا يقبل أنه نقلا ولا معاوضة، لا على سبيل النقل ولا على سبيل الإسقاط، أنه من قبيل حق الخوانة والولاية وما إلى ذلك. فهذا القسم أنه في الحقيقة لا إشكال فيه، وهو ينبغي أن يكون خارجا عن الخلاف الدائر بين القولين الأولين، أنه إذ ما يكون ثابتا لا يتأتى في شأنه نقل ولا إسقاط فإنه طبعا لا يكاد يكون يصلح أن يقع ثمنا، أنه إذ البيع أنه لابد من لا يكون فيه مقابلة جهة مقابلة مع المثمن، وفد مقابلة الحق مع المثمن يقتضي على الأقل سقوطا فيه إن لم يكن نقلا أنه إلى البايع. فما لا يقبل النقل والإسقاط لا مجال للمعاملة فيه، لا مجال للمعاوضة فيه وهذا واضح. فالقسم الثاني ما يقبل الإسقاط دون النقل، ما يقبل الإسقاط دون النقل ومثل له الشيخ بحق الشفعة وحق الخيار وهذا القسم أيضا أنه ذكر الشيخ أنه لا يصلح أنه فيه البيع، والوجه في ذلك
أن البيع أنه فيه تمليك أنه وفيه أنه نقل وتبديل كما سيأتي إن شاء الله في تعاريفه. وهذا القسم على المفروض لا يقبل النقل أنه فلا يتأتى فيه المعاوضة، لا يتأتى فيه النقل، لا يتأتى فيه المبادلة. البيع يتقوم كما شرحنا أنه جنس البيع هو المعاوضة والمبادلة، ومقتضى المعاوضة والمبادلة سيورة البدل في مكان المبدل والمبدل في مكان البدل، ولا يكاد يصلح أنه لذلك، أنه مثل هذا القسم لذلك حسب الفرق من أنه يقبل الإسقاط دون النقل. وأنه أما النقل الذي ذكره أنه صاحب الجواهر أنه من أن البيع قد ينتج الإسقاط دون النقل كما في بيع الدين على من هو عليه، فقد أنه أجاب عنه الشيخ وأننا نلتزم أن البيع فيه ينتج النقل، ولكن يحدث ذلك للحظة ثم تسقط الملكية أنه، ولا مانع من البناء أنه على ذلك، أنه لا مانع من البناء على أنه ينتقل أنه إلى ذمة الإنسان، أنه ما كان يملكه الغير على ذمته ثم يسقط. ولا يلزم من ذلك أنه الإشكال بأنه يلزم من وجوده عدمه، أنه يلزم من وجوده في الذمة أنه عدمه، فإنه لا مشكلة في أن يكون أنه يلزم من وجود شيء اعتبارا عدمه، بمعنى أن هذا الشيء يعتبر اعتبارا تمهيديا يتعقبه اعتباره ساقطا، أنه نظير ما قد يقال في شراء العام في شراء الخور لأبويه، فإنه يقال بملكية آنية يملكهما آنا ويترتب عليه سقوط ملكيته لهما، فليس من لا مانع في الأمور الاعتبارية من اعتبار أنه شيء ما لحظة ليسقط أنه بعد ذلك حسب الأغراض والمناسبات العقلائية. وقد أورد عليه أنه السيد القدس الروح في هذه النقطة أنه نحن في الجملة نتعرض لبعض كلمات السيد أنه حتى يكون الفجوة الزمنية بين زمان الشيء وزماننا نملأه أنه بعض الشيء ببعض الإشارة إلى متبنيات السيد قدس الروح، والذي يوافق في أكثرها من تقدم عليه، خاصة الفاضل الرواني في حاشية المكاسب، أنه ولكننا لا نكثر الأقوال ولا نكثر من ذكر النسب ابتعادا عن التشويش، فيكون نحو مقارنة مع ما أفاده السيد قدس الروح، وإن كان أنه يعني البحث أنه صار والخارج أنه يكون فيه فوق ذلك، ولكن هذا لملء الفجوة الزمنية فقط. السيد قدس الروح في التنقيح صفحة 33 استشكل على الشيخ أنه في ذلك قال أن ملك الإنسان لما في ذمته إن كان مستحيلا بحسب البقاء ولأجله أنه يسقط فهو مستقل بحسب الحدوث أيضا، لأن المانع عن البقاء مانع عن الحدوث، وأيضا ولا فرق بين قصر الزمان وطوله، وإن كان ممكنا حدوثا فهو ممكن بقاء أيضا فلا وجه لسقوطه بعد الحدوث. نعم لو كان المالك عن البقاء شرعيا كما في شراء العمودين نلتزم بحدوث الملكية آن ما وزوالها بقاء أنه، وهذا الإيراد غير وارد بأدنى تأمل، لأن الشيخ لا يلتزم بوجود إشكال ثبوتية، والتشخيص المتعارف بكلماتهم دائما أنه إن كان محالا أو لم يكن. الشيخ لا يرى إشكالا من حيث الاستحالة العقلية ووضوح، وإلا فهو يفهم هذه الجهة، فالتشخيص الشق الأول مستدرك، ولكن المانع عن البقاء فيه عقلائي ولا مانع من، وهذا المانع العقلائي بغنيمة الإمضاء الشرعي يكون مانعا أنه شرعيا، فيلحق بما أفاده قدس الروح بقوله نعم لو كان المانع عن البقاء شرعيا كما في شراء العمودين نلتزم بحدوث الملكية آنان
ما وزوالها بقاء. فإن كان السيد يدعي أن العقلاء لا يعتبرون حدوث شيء أنه يلتزمون رأسا بسقوطه بعد بقائه، فهذه مصادرة عهدتها أنه عليه أنه، وإلا فيكون حال المانع العقلاء بعد الإمضاء كالمانع الشرعي، وهذا بين. وأنه قد أفاد السيد بعد ذلك أنه ما لفظه والصحيح كما تقدم أن الإنسان يملك ما في ذمته لكن بالملكية التكوينية، بمعنى الاختيار والسلطنة التكوينية لا بالملكية الاعتبارية، لأن الاعتبار بعد الثبوت التكويني لغو. فمرجع شراء الإنسان لما في ذمته أو أعمال نفسه إلى كونه مطلق العنان بالنسبة إليها ومختارا في التصرف فيهما كيفما شاء يتمكن من نقله إلى آخر وعدمه أنه. وهذا يعني استدراك أنه على كل حال يعني مجرد فائدة أنه زائد لا علاقة له بما تقدم، لأن الملكية التكوينية للإنسان أنا أملك على ذمتي ملايين مثلا افترض أطنان من الخنطة، يعني شنو؟ يعني عندي اختيار أن أملك للآخرين على ذمتي هذه الأطنان. هذا خارج عن محل الكلام ولا كلام فيه، لا أحد أنه ينفيه حتى أنه يثبته السيد في مقابله. يملك الإنسان أن يملك، هذه ملكية قادر على أن يملك على ذمته آلاف أطنان من الخنطة مثلا أو ما إلى ذلك، هذا قادر على هذا الشيء. هذه الملكية لا كلام فيه، إنما الكلام في أن يوجب البيع نقل شيء أنه نقل الثمن إلى أنه أو نقل العين في مورد بيع الدين على ما هو عليه يجب نقله نقلا اعتباريا، ولا أنه جدوى فيه والالتزام بهذا بالملكية التعاونية يسابق الإسقاط. أنه يعني هذا الملك أنا كان يملك زيت على ذمة طال من الخنطة أنا اشتريته أنه، بس المطلوب أنه من فصول ملكية أنه في البيع. السيد يقول هاي ملكية تكوينية، بعد أنت تقدر تبيع قطعة من الخنطة. طبعا أنا أقدر أبيع قطعة من الخنطة، مو لا قطعة من الخنطة أقدر أبيع، وإنما أنا أقدر أبيع أطنان من الخنطة ما لا يحصل. فهذه الفائدة زين الذي أفاده مدير له لعله مجرد تفكير بالمناسبة بما سبق منه، ولا يعني بالنسبة إلى محل الكلام شيئا. فما أفاده الشيخ مبدئيا لا غبار أنه عليه أيا كان. قال أنه شيخ قدس سره أنه وأما في مقام أنه إيراد على نفسه، إشارة إلى إيراد على نفسه أنه والجواب عنه أنه والجواب أنه أما الإيراد فقد قررته يوم أمس ومحصله أنه هل التزمتم أنه في شأن الحق بما تلتزمون به في شأن الملك، فتلتزمون بأن مثل حق الشفعة وحق الخيار يمكن نقله إلى الطرف الآخر. أنه فمثلا افترض إذا كان حق الخيار للبايع، المشتري يجي يقول للبايع بعني حق خيارك هذا أنه مثلا، أو يجعله ثمنا في بيع آخر أنه، وكذلك في حق الشفعة. فحينئذ يتعقبه السقوط. فكما التزمتم في الملكية بأنه يتعقبه السقوط، أي مانع من أن تلتزمون بأن الحق ينتقل إلى من عليه الحق، ينتقل حق الخيار على من عليه حق الخيار وهو المشتري، ينتقل حق الشفعة إلى من عليه حق الشفعة وهو الشريك في الدار، أنه هو من ثم يسقط. أنه فما المانع من البناء على أنه حصول هذا الحق ثم سقوطه كما التزمتم بالملكية؟ في جواب لا يقال أنه هذا الداء أنه هناك جوابان عن هذا الداء. الجواب الأول ما أشرنا عليه من أننا فرضنا أن هذا الحق ما ينتقل، أنه إذا فرضنا انتقال للحظة أنه انتقض أن هذا الحق ما فرضنا أنه، وكان ذلك من قبيل القسم الثالث الآتي الذي يقبل النقل، فقد فرضنا في هذا القسم أنه لا ينتقل. ولو جوزنا أنه انتقاله ثم فرضنا سقوطه
من باب كونه انتقاله إلى ذي الحق وهو أنه بقائي ما إلى عقلائه، فإذا يجب أن نلتزم بانتقاله انتقالا مستقرا إلى من عليه الحق، أنه بمعنى حق الشفعة أنه هذا يثبت لي أنه فعلا إذا يصف أن أبيع إلى شريكي غاية أم هذا الشريك إذا انتقل إلى باعتبار من عليه الحق يسقط رأسه، شاهد لا نقول إلى أجنبي، شو إذا صح نقله إلى الأجنبي بعد هذا كان قول في الفرق، فإن السقوط في عن من عليه الحق إنما بعد الفصول إنما كان لمانع عقلائي، وهو أنه من عليه الحق يملك حقا على نفسه ما بها فائدة. شلون الإنسان يملك في ذمة نفسه لنفسه شيئا هذا ما له معنى أن يبقى هيك شيء، فالحق نفسه. احنا فرضنا أصلا أن هذا القسم من الحقوق لا يقبل النقل، فلا يتأثر فيها افتراض النقل ولو للحظة، لأنه إذا فرضنا أنها تقبل النقل ولو للحظة فسر انقطاعه بقاء وجود المانع، وحينئذ إذا فرضنا هذا الحق يمكن نقل هذا الحق إلى الأجنبي وبقائه بقاء مستقرا، فيكون ذلك خلف ما فرضناه من اندراج مثل هذين الحقين أنه في المورد كما لا يخفى أنه. وثانيا أن ما أشار إليه الشيخ بقوله أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد، بخلاف المال فإنها نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه صفحا. يقول الشيخ أن الحق أنه البته في هوية الحق أنه كلام وأنه بحث أنه الشيخ أنه يقول أن مثل هذا الحق أنه فيه سلطنة فعلية، والسلطنة لا تقبل أنه أن يصبح الإنسان مسلطا على ما هو عليه على نفسه. إحنا بالملكية نبدأ نقول إنسان أنه لأن الملكية لا يقتضي مملوكا عليه، بل الملكية يتقوى بمالك ومملوك، ولذا أنا أملك هذا الكتاب مثلا وليس هناك من أملك عليه هذا الكتاب. أما الحق البته أقيد الشيخ بمثل هذا الحق والسياسي بشكل حقيقي. أما الحق مثل هذا الحق فهو نوع من السلطنة، والسلطنة ليس هو سلطنة شيء على شيء، وإنما هو سلطنة أنه شخص على شخص آخر، أنه على شأن يتعلق بشخص آخر بما يقتضي نوعا من السلطنة على ذات. أنه فحتى الشفعة أنه ليس أنه فقط سلطنة أنه صاحب هذا الحق أنه على المال، وإنما له أنه مرجع حق الشفعة إلى أن له أن يتملك حصة الشريك بنفس ثمن الذي باعه به مثلا، كما أن مرجع حق الخيار أن للبايع أن البايع يتدخل في سلطان المشتري، فالشيء الذي دخل في ملكه أنه يفسخ أنه العرق الاعتبارية ويسترده، فكل منهما فيه شيء من أعمال السلطنة بالنسبة للغير، أنه هذا من حيث الصغر، فهذان الحقان حق الخيار وحق الشفعة يستبطنان السلطنة أنه بالنسبة إلى الغير، وليس هما من قبيل السلطنة على المال فقط سواء مسلط على المال، وإنما هو من قبيل السلطنة تجاه الغير لإخراج شيء عن ملكه أنه وإدخاله في ملك الإنسان أنه، فهو نوع من السلطنة ذات العلاقة بالغير وليس من السلطنة المحضة. ومنه يظهر أن الشيخ لم يرد بهذا أن يقول أن مطلق الحق من قبيل السلطنة، أنه عبارة الشيخ لا يفيد هذا المعنى، وأن مطلق الحق الثابت إنما هو من قبيل السلطنة. البته وهو إن كان هذا اتجاها مذكورا في معنى الحق أنه سنذكره في محله إذا بنينا على أنه إضافة مقدمة على مقدمة الشيخ لهذا الكتاب البيت. فالشيخ في مثل حق الشفعة وحق الخيار يقول أنه سلطنة. ما أما الكبرى وهو أن السلطنة أنه
أن مثل هذه السلطنة تقتضي نعم أن السلطنة يقتضي أنه وجود مسلط عليه أنه فلا يعقل أن يتسلط الإنسان على نفسه ولو للحظة واحدة، وهذا بخلاف الملكية أنه فلعل أنه وجه فيه أنه هو أن مفهوم السلطنة أصلا أنه مفهوم السلطنة أنه لا يكاد يتحقق من الإنسان بالنسبة إلى نفسه أنه فلا معنى لأن يقال إن الإنسان أني مسلط على نفسي أنه التسليط نوع من الاستعلاء أنه تسليط الإنسان سلطنة الإنسان على نفسه يمكن أن يقال أني أفعل ما أشاء أني مختار أني مثلا ما إلى ذلك قد يصدق، أما سلطنة الإنسان على نفسه هذا أنه معنى أنه غير معقول أنه بحيث يعدو يكون يصبح المشتري مسلطا على نفسه كما كان البائع الذي له حق الخيار مسلطا على المشتري، أن له نوع تسلط على المشتري ويتمكن أن يتدخل في سلطان المشتري. السلطنة على النفس لا يصدق مع مفهوم السلطنة يأبى. نعم البته قد يمكن التعبير ولكن بنحو ما يعبرون عنه في علم البديع بأنه تجريد ذات أنه من الشيء ربما، وهذا يعني مجاز معروف يعني تصوير خيالي معروف مثل مجاز بالمعنى المعروف ما أعرف، ولكن أنه تصوير خيالي معروف كما أنه يقول قائل أن مثلا في أشعار العرب موجود لا تذكر الشعر أنه بلفظه أن نفسا تقول كذا ونفسا تقول كذا كأن له أنه نفسان أنه نفس تقول له هكذا عبر عن حالة الترديد، أو يقول القائل رأيت من زيد أسدا فيجرد الأسد من زيد، وهذا في أنه أنا مسلط على نفسي بنحو المجاز بنحو التخييف بنحو مجاز المشاكلة، يعني أنت ما مسلط علي أنا مسلط على نفسي، هيك أشياء ماكو مانع منها، لكن مفهوم السلطنة على الغير أنا مسلط على نفسي صدق هذه السلطنة أنه صدق السلطنة في ذلك أنه غير ظاهر أنه هذا هو الجواب الذي أجابه الشيخ بقوله أنه والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية أنه لا يعقل سلطنة فعلية في مقابل أن يكون سلطنة شأنية أنه فأنه هذه السلطنة سلطنة فعلية ليست سلطنة شأنية، إن كان هناك مسلط على أنه تصير السلطنة فعلية وإلا تبقى شأنية. لا، هذا الحق بطبيعته مثل هذا الحق، ولم يقل هذا الحق أنه مثل هذا الحق سلطنة فعلية، لأن بعض الحقوق قد ما تكون أصلا من قبيل السلطنة أنه، وقد تكون بعض الحقوق أنه من قبيل السلطنة لكن ليس من قبيل السلطنة على الشخص، وإنما من قبيل السلطنة على المال. ما كمان افترضوا في حق التحجير نقول هذا مسلط نوع تسليطا على هذا المال، ولكن ليس تسلطا على الشخص. أما حق الخيار وحق الشفعة فهو أن لك السلطان في أن تطلع هذا الشيء من ملك الطرف وتدخله في ملكه، يعني في الحقيقة جاء تدخل في سلطان الغير أنه في دائرة متعلقة بالغير أنه فأنت جاء تتصرف في سلطان فأنت مسلط عليه من هذه الجهة. لاحظتوا سلطنة فعلية لا يعقل قيامها. قلت أنه أرجح أن مقصود الشيخ بسلطنة فعلية يعني على طرف آخر، وإلا أنه السلطنة أيضا أنه إذا سلطنة الإنسان على المال كما ورد في الحديث الناس مسلطون على أموالهم، مفهوم السلطنة لا يقتضي مسلطا عليه أنه دائما أنه. لاحظتوا مفهوم السلطنة وهذا يعتبر في شيء واضح للغاية، لأن حديث الناس مسلطون أقوالهم مو حديث يسموه حديث أنه ما يعرف بحديث السلطنة الناس على أموالهم معروف. السلطنة على المال في كلمات الشيخ عشرات المرات مذكورة، ما معقول الشيخ يقول السلطنة يتقوم بمسلط عليه، السلطنة ما يتقوم بمسلط عليه دائما أنه غير بأن يكون هناك شخص أنه غير يعني المال الذي هو مورد للسلطنة، وإنما مقصود الشيخ أن السلطنة
أنه فيما نحن فيه باعتبار كونه سلطنة على الشخص من هذا القبيل، والسر أن مثل هذا الحق سلطنة فعلية، أنه يعني على الشخص أنه نعتبره، لا أنه سلطنة فعلية على المال، وإلا سلطنة فعلية على المال أنه لا امتناع من أن يعني أن سلطنة فعلية على المال حال ملكية المال، لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك، أنه فإنها نسبة بين المالك والمملوك، ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه. أنه ففهم أنه أما السلطنة يحتاج أنه إلى المسلط عليه غير أنه مالك والمملوك. المالك والمملوك الملكية نسبة بين المالك والمملوك والمال المملوك. أما السلطنة أنه فليس أنه نسبة أنه في المورد، يعني ينبغي أن يقول نسبة ما بين المسلط وبين المال حتى يكون المال مسلطا عليه، إنما هو نسبة بين صاحب الحق وبين من عليه الحق، أنه بين صاحب الحق وبين من عليه الحق. هذا حق مو مثل حق التحجير. حق التحجير هذا السلطنة أنه اعتيادية، أنه ليس سلطنة على الشخص وإنما سلطنة على المال. السلطنة على المال حال الملكية. اتفقتوا؟ السلطنة على المال حال الملكية. أنا مسلط على المال، أنا مالك للمال، ما في فرق بيناتهم. لكن لما يكون السلطنة على الشخص فلا معنى فلا بد من المغايرة بين المسلط والمسلط عليه. أنه لاحظتوا؟ فإحنا المغايرة بين المسلط والمسلط عليه لا بد من وجوده غير ما يكون موردا للسلطنة، وبما أن حق الشفعة وحق الخيار تصرف في سلطان الآخر فهو يقتضي نوع السلطنة على الآخر، على الدائرة المتعلقة بالآخر. أنه ومن ثم أنه يقتضي أنه طرفا، أنه يعني مغايرا مع الشخص. هذا توضيح من كلام الشيخ، وقد أمر الشيخ أنه فيه بالفهم إشارة إلى دقته، وإلا إذا لم نفهم كلام الشيخ على هذا الوجه يرد عليه عدة إيرادات ذكرها القوم وذكرها السيد الخوي قدس سره. أنه السيد الخوي أنه قدس سره أنه أورد على الشيخ أنه بوجوه أنه ثلاثة. الوجه الأول أنه ذكر أن ما مثل به من حق الشفعة والخيار لا يجوز جعلهما ثمنا في البيع، لا لما ذكره أنه بل لأن حق الشفعة حق للشريك يستحق به تملك الحصة في المبيع ليضمها إلى حصته، وهذا المعنى لا يمكن نقله إلى المشتري للحصة ولا إلى غيره. أنه وكذلك ذكر ما يقرب من هذا المعنى أنه بالنسبة إلى يعني حق الخيار، أنه مثل هذا المعنى الذي ذكره قد يكون أنه له وجهه، لكن مغايرته عمقا مع ما أفاده الشيخ أنه بالنسبة إلى حق الشفعة ليس بواضح. الإيراد هذا ما ذكره، وقال أن أولا أنه أخف من المدعى لاختصاصه بما إذا نقل إلى من هو عليه الحق، وأما إذا نقل إلى غيره فلا يلزم الاتحاد المذكور. نحن أظن أنه في الحقيقة أنه الشيخ كأنه ملتفت إلى أنه طبعا هذا الحق إذا نقلته إلى الغير أنه لا يتوجه عليه هذا المحظور، لكن إذا نقلته إلى الغير ممن لا يقتدي بهذا المحظور أصبح هذا الحق من أنه قسم الثالث من الأقسام. إحنا نريد افترضنا هذا الحق من القسم الثاني الذي يقبل الإسقاط دون النقل. إذا بالقوة جوزنا أن ينقل إلى من عليه الحق لأنه يتعقبه الإسقاط رأسا بعد تجويزه نقله إلى الآخر بعد خروج عن محل الكلام أنه كما لا يقبل، لأنه حينئذ معناه شنو؟ أصلا هو من القسم الثالث الذي يقبل النقل بعد أنه، فهذا الإيراد يعني غير واضح أنه في الحقيقة. ثم قال ثانيا أن الخيار يتعلق بالعقد لأنه عبارة عن ملك خاص العقد، فالمسلط عليه هو العقد لا من عليه الخيار، فلا يلزم من بيعه على من عليه الخيار اتحاد المسلط والمسلط عليه فضلا عن بيعه من عن غيره.
الخيار كما يعرف في بحث الخيارات سلطنة فسخ العقد، فالمسلط عليه هو العقد. أنا تصور أن هذا المعنى يعني هم يعني في المعنى مبذول وواضح. الشيخ ما يريد أن يفسر الخيار حرفيا بالسلطنة. الشيخ مقصود أن الخيار أنه إعمال السلطنة بالنسبة إلى دائرة السلطنة الغير، إلا أنه لما تكون البايع والمال داخل في ملك المشتري طلع المال من ملكه، هذا معناه أنك تصرفت في سلطانه، أنه في الدائرة المتعلقة به، أنه ليس مقصود الشيخ أن الخيار تحت تفسير الخيار تحت اللفظ بالسلطنة، تفسيرا تحت اللفظ بالسلطنة، وهكذا بالنسبة إلى حق الشفعة. ولذا قلت أن ما أفاده الشيخ سيد قدس سره من أن حق الشفعة والخيار لا يجوز جعلهما ثمنا في البيع لا لما ذكره الشيخ، قلت مو معلوم أكو مقابل بين ما أفاده السيد وما ذكره الشيخ، لأنهم حملوا الجماعة حملوا كلام الشيخ على أنه تفسير للحق، تفسيرا شبه تحت اللفظ بالسلطنة. الشيخ مو معلوم مقصود هذا المعنى الذي يعني فهموه، فتتأملوا الموضوع. ثالثا أنه قال أنه السيد قدس سره أن اجتماع عنوان المسلط والمسلط عليه في شيء واحد ليس محالا، فإنهما وإن كانوا متضايفين إلا أن التضايف بنفسه لا يقتضي امتناع اجتماع المتضايفين، كما في اجتماع عنوان العالم والمعلوم عليه تعالى وعلى النفس باعتبار علمها بنفسها، وكذا المحب والمحبوب، أنه نعم في مثل عنوان العلة والمعلوم لا يمكن اجتماعهما أنهم في شيء واحد. إذا ما ذكره الشيخ من المحدود في نقل الحق غير تام. أنه قلت أن الظاهر يعني ليس المحدود الشيخ أنه استحالة مثلا قيام العناوين الإضافية الاعتبارية مثلا أنه بشخص واحد، أنه حتى أنه ينقض مثلا بما ذكر، أنه فالمحظور ليس محظورا أنه فيما يتعلق بالأمر الاعتباري بقدر ما هو محظور أنه ينبع عن مقتضى السلطنة. إنسان مسلط على نفسه، أنه سلطنة الإنسان على نفسه أمر تعبير مجازي ليس مفهوم السلطنة. احنا نتصور إشكال الشيخ نابع من مفهوم السلطنة أنه هو حقيقة السلطنة وليس كمعنى، وليس من باب أن هو يقتضي اجتماع المتضايفين مثلا افترضوا على شيء واحد ولا يجوز اتصاف شيء واحد المتضايفين. مقصودي لعلنا بعد التوضيح امتثلنا أمر الشيخ بالفهم، حيث قال فهم أنه على كل حال، ولكننا نقول فتأمل أنه. وأما الحقوق القابلة للانتقال، القسم الثالث من الحقوق القابلة للانتقال، وهذه الحقوق أنه لا مشكلة فيها من حيث عنصر النقل الذي كنا نبتلي بالإشكال فيه من الجهة السابقة، وإنما الإشكال فيه من حيث صدق المال أنه عليه، لأن صدق المال عليه أنه ليس بواضح. قال الشيخ وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه فهي وين قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا من أخذ المال في عوض البيع، من أخذ المال في عوض المبايع لغة وعرفا، أنه مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة بحصر الثمن في المال، أنه ظاهره هذا. إذن الشيخ يستفهم من باب أخذ المال. ليش المنشأ الكلام ليش هذا المال، أنه ليش الشيخ استشكل في أخذ المال عليه؟ طبعا قد يستشكل على الشيخ في بادي النظر بأن هذا الذي ذكرتموه لا وجه له، لأن المال بالمعنى الذي تفهمونه هو ما له قيمة عقلائية، ولا شك في أن هذه الحقوق هي ذات قيمة عقلائية، كما أنه ذكره السيد أنه قدس سره أنه في مقام أنه إيراد على الشيخ حيث نعم قال الصفحة 34 وفي أنه لا إشكال في كون مثل هذا الحق مالا، لأنه
مما يرغب فيه العقلاء ويبذلون برضائه المال فلا إشكال في جعله ثمنا من هذه الجهة أنه فاستشكل أنه عليه. هذا المقدار واضح أن العقلاء أنه يبذلون عليه مالا، والشيخ قد اعترف بأنه يجري فيها الصلح أنه ومعناه أن الرغبة العقلائية في حيازة هذا الحق موجودة، فلا ينبغي أن يكون إشكال الشيخ والتوقف من هذه الجهة. ولكن الظاهر أن منشأ الإشكال أن الشيخ يعتبر نوعا من العينية في المال، إما يعني بأن يكون له نحو وجود خارجية، أنه مثلا التربط بالنسبة ولذا لابد إما أن تكون من الأعيان ولو كانت أعيانا ذمية، لأن الأعيان الذمية على كل حال هي عين بالمعنى العام، وإما من المنافع فللمنافع خارجية، أنه من قبيل الأعمال والسكن الدار هو له نحو خارجية أنه في البيت. وأما الحقوق فهي محض أمور اعتبارات أنه في البيت، ومن ثم فأنه يستشكل الشيخ في صدق المال ظاهرا بهذا الاعتبار، وإلا فالإشكال أنه لا منشأ للإشكال من حيث عدم وجود أنه القيمة. هذا كله فيما يتعلق بهذا المقطع، أنه من الكتاب المتعلق بأنه حدود العوضين في البيع. ينبغي الإشارة إلى جهة أشار إليه كثير من القوم، وهو أن قول الشيخ وأما الحقوق في نسخ المقاصد المعمولة ظاهرا وأما الحقوق الأخرى، أنه في أول هذا المقطع وأما الحقوق فإن لم يقبل المعاوضة، في نسخ المقاصد أول أنه وأما الحقوق الأخرى، ويظهر أن هذا نسخ عامة المحشين مثل السيد الطباطبائي في حاشية الكتاب والآخرين. واختلف القوم فيه أنه على وجهين، قوم أنه صاروا بصدد توجيهه، أنه فقالوا أن وهو كما عن السيد حكاه السيد في سنة 27 أن الوجه في ذلك لعله من جهة عد العين والمنفعة أيضا من الحقوق والمعنى العام، وحينئذ صح أن يوصف الحقوق بالأخرى أنه ورد عليه أنه السيد أنه قدس سره بأن العين والمنفعة ليست من الحقوق وإنما هي متعلقات الحقوق، أنه فلا رشل عدها منها كما هو واضح، أنه ولكن ولعل ما جاء إرادة السيد قدس سره إلى أن الحق بالمعنى العام يمكن أن يطلق على الملكية، وأما أن يطلق على العين أنه فهذا إطلاق المجازين. إذا قلت هذا حقي أنه ففي هذا إطلاق أنه مجازي، أنه وإلا فأنه قوله أنه ليست من الحقوق يطلق على العين والمنفعة، يقولون هذا حقي، هذا الفلوس حقي، سكن الدار حقي، يطلق الحق بهذا المعنى. أنه فلعل منظور السيد قدس سره في إراده على السيد اليزدي من أنه هذا مو من الحقوق وإنما من قبيل متعلقات الحقوق، أن الحق لو عملت لأطلقت على الملكية، أنه غاية الأمر ولا تكاد تطلق على العين والمنفعة لأنها من متعلقات الحق. ولكن خب لعل السيد اليزدي يفترض معنى عن ما طلبه السيد ما قبل بالتعبين إلا أن الحق أنه يشمل مثل الملكية. لعل السيد اليزدي قدس سره يريد الحق بالمعنى اللغوي مثلا العام، ويفترض أن العين والمنفعة تطلق عليهما الحق، سواء كان الناس مو معلوم تجوز. إذا واحد قال هذا حقي مثلا افترضه مثلا فلان جلافي مو معلوم به التجوز، مو واضح، يعني هذا إرادة السيد يحتاج إلى أنه يعني توقف قابل للتوقف فيه. نعم أنه يعني استعمال الشيخ على الحقوق بهذا المعنى أمر ليس بلطيف، ليس بلطف، لأنه هذا الكلام إنما هو على الحقوق بالمعنى الأخص، فإنه الشيخ يجيب كلمة الأخرى، والحق أنه له استعماله أنه اصطلاحي الفني، أنه فهم إضافة الأخر يعني فيه يعني عدم المناسبة. الوجه الآخر في إضافة الأخر ما أشار إليه أنه يعني غير واحد، ومنهم السيد الحكيم قدس سره أنه اعتنى به حتى ذكره في المستنصر في ضمن كلامه في بحث أولياء الميت، قال وأما ما في مقاصد الشكون الأعظم من كلمة الأخر أنه فهذا أنه اشتباه ظاهرا. وكذلك السيد الكل قدس سره ذكر أنه اشتباه، وحق العبارة أن تكون وأما الحقوق كلمة الأخر تخدع، أنه
وذكر السيد أنه قدس سره التفاتة لطيفة، قال هذا الحقوق أنه مكان كلمة الأخرى أنه هو قوله وأما الحقوق القابلة للانتقام، أنه يعني وأما الحقوق الأخرى القابلة للانتقام، قال مقام الأخرى أنه إنما هو هذا الزيل العبارة، لكن أنه كما عبر هكذا، ولكن الناطق اشتبهت عليه هذه الحقوق، مو مقصود بهذه الحقوق، مقصود اشتباه كلمة حقوق الثانية بالحقوق المذكورة في صدر العبارة فوصفها بالأخرى، وإلا فلا معنى لوصفها بالأخرى. يعني مقصود لعل مقصود اشتبه عليه هذه الحقوق بالحقوق الأولى مقصود طفرة عينه، وإنسان ربما يبوع العبارة يجب أنه يجب مرة ثانية لما ينظر للعبارة ما يشوف مكان الأول، وإنما يشوف شنو المكان الثاني، أنه الكلمة متكررة به ولذلك ربما يصير خطأ وما إلى ذلك. هذا متعارف أنه في كتب الحديث متفق، فلعل مقصوده طفر، مقصود السيد طفر أن الناطق طفر عينه من الحقوق الأولى إلى الحقوق الثانية، لكن سبحان الله بعد كلمة الآخر عاد عينه مرة أخرى إلى الموضوع الأول، لو كان عينه مستمر على الموضوع الثاني كان في السطر يطلق من العبارة وراح بالكلية، عاد عينه مرة أخرى إلى الموضوع الأول ولن يلتفت إلى أن كلمة الآخر غير موجودة، أنه كما أنه لما عاد في تسلسل العبارة نظر إلى ذيلها لم يرى كلمة الآخر في الذيل، وهذا عملية معقدة للغاية له. فالاعتراف بالاشتباه أنه في الجملة وسبق القلم مثلا أو مثلا ما إلى ذلك أهون من فرضه هذا النوع من الاشتباه المعقد الذي يقتضي أنه طفرة العين مرة أنه صحته ثم طفرته مرة ثانية، يعني في العملية كما وصفته معقد بعض الشيء أنه والله العالم. الحمد لله. استغفر الله ربي.